صينية الموسم وكل موسم. وناس كتير تقول عليها انها اكلة شتوية، بس بالعكس انا بحبها في كل الاوقات، طعمها حلو جدا. وبعدين مين قال ان البطاطا اكلة شتوية؟ البطاطا صيف شتاء خطيرة. المهم تعالوا نعمل صينية البطاطا بالبشاميل، حاجة كده فظيعة وطعمها جوسي قوي. تعالوا ندخل اقول لكم الطريقة وتركاتي كده في الوصفة. اول حاجة عندي البطاطا، وانا بحب انقي البطاطا اللي تكون طويلة كده ورفيعة، خلاص بتبقى مسكرة، احلى من التخينه والكبيره، انا بحب الحجم ده قوي. المهم بنقشرها كويس وبنغسلها كويس جدا، وبعد كده هنبدا نقطعها قطع تقطيع عشوائي، احجام كبيره على صغيره مش هتفرق. هنحطها في حله، نحط عليها كوبايتين من السكر، وهنسيبها نص ساعه لحد ما تنزل ميه. هتلاقوا كده السكر كده داب مع البطاطا ونزل ميه. خلاص هرفعها على البوتاجاز، وممكن تزودي لها كوبايه ميه كمان. خلاص هترفعيها على البوتاجاز على درجه حراره متوسطه تتسلق، لحد ما تتسلق تماما. تمسكي كده البطاطايه تلاقيها دايبه في ايديكي كده، كانك بتعمليها البيبي هياكلها. المهم بصوا البطاطا اتسلقت، انا صفيتها، وبتاخدي الميه بتاعتها بتحطيها في كوبايه كده زي الكميه اللي تطلع، كوبايه كوبايتين اللي يطلع من البطاطا. وكمان مقدار البطاطا اللي مستخدماها زي ما انت عايزه، كيلو 2 كيلو اللي انت عايزاه. المهم هنجيب طاجن بتاعي او اي صينيه، تدهنيها سمنه بلدي كده، معلقه كبيره سمنه بلدي او زبده، وتنزلي بالبطاطا وهي كده دافيه كده، قلبيها كده واخلطيها مع السمنه او الزبده، وتحاولي تخليها تبقى يعني زي البوريه. ومش هنعملها في الكيتشن ماشين او في الكبه، هتبوظ وتكون عرق، انا عايزاها كده بالشوكه او بالمعلقه. خلاص تعالوا بقى نروح على النار. هناخد 3 معالق سمنه كبار، عليهم 3 معالق دقيق كبار، هنقلبهم كده على نار وسط لحد ما يدوبوا تماما كأنك بتعملي بشاميل. خلاص بصوا بقى، اول ما يبدأ كده يغلي وتشم ريحة الدقيق كده تمام اهو، في المرحلة دي تمام. هنزل بالكوباية اللي طلعت من سلق البطاطا، تمام، هحطها كلها. وطبعا دي بتكون مسكرة، هقلبها كويس، وانزل ب2 كوبايه من الحليب الساقع، كوبايتين لبن ساقعين، وهنقلب الكلام ده كله وندوقه. عايزين نزود سكر براحتك، عايزه تكتفي بالسكر اللي في ميه البطاطا تمام، بس انا زودت 3 4 معالق كده كبار سكر، وحطيت فانيليا. وبعد كده قلبت لغايه الصوص ده بتاعي ما تقل وبقى بيغلي زي المهلبيه كده، ما بنعملش صوص تقيل، ده صوص خفيف. قلبته كده كويس، بصوا التقل بتاعه مظبوط جدا. اجي بقى هنا الطاجن بتاعي جاهز، وعندي البشاميل المسكر جاهز. انا بحب ابشر عليه رشه بسيطه من جوز الطيب، وكمان بحب قوي احط عليه شعره قرفه، بتودي طعم البشاميل بتاعك في حته تانية خالص. شعره قرفه صغيره وجوز الطيب. قلبنا الكلام ده كله وظبطنا السكر وتمام. نيجي بقى نحطه فوق البطاطا بتاعتنا، هوزعه كويس جدا. هنا بقى حابه تحطي على الوش قشطه ممكن، كريم شانتيه ممكن. انا اكتفيت بطبقه البشاميل ودخلتها الفرن على درجه حراره 200 لمده نص ساعه، وبعد كده بطفي الفرن وشغلت الشوايه لمده دقيقه وانا واقفه قدامها. اتحمرت باللون التحفه ده وطفيت عليها. بتسيبيها تبرد شويه عشان تتماسك، وبعد كده بتقطعيها وتقدميها زي ما انت عايزه. في ناس ممكن تضيف للبطاطا شويه مكسرات، طبعا ده حسب الرغبه وحسب ما متوفر عندك. بس هي دي كده، وطعمها يجنن يا جماعه، طعمها حلو قوي، وبالذات لما بتكون تتقطع كده وهي دافيه وتبقى طبقات بالشكل ده تجنن. والطبقه اللي على الوش اللي لونها ذهبي دي تجنن اكتر بكتير. جربوها هتحبوها جدا، وولادكم هيحبوها قوي. ما تنسوش لايك شير كومنت علشان اعرف رايك. باي باي.